الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا هنا بنتكلم في مين لاغلبيه المواد في اول شابتر بتتكلمي فيها عن الدايجنوز بتاعك، عشان ده اللي هتوصلي بيه للتريتمنت بلان بتاعتك اللي انت هتحطيها وهتعالجي بيها البيشنت، سواء هتعملي بقى فيكسد ريموفابل اكستراكشن اي حاجه. طيب، يبقى ده مينلي بيبقى الانترودكشن شابتر بتاع اي حاجه. الانترودكشن شابتر بتاع الدايجنوز هنا في الفيكسد في الريموفابل احسن من الفيكسد هتلاقيه ملخبط شويه، لكن التقسيمه هنا بتاعه الريموفابل احسن، فكل الجزء الاولاني ده هيبقى التكرار بس خفيف في الفيكسد. طيب، اول حاجه احنا بندايجنوز بنقسمه البروسيدر بتاعتك اللي انا الايم بتاعها ان انا احط بروبر تريتمنت بلان. بنقسمها لكذا حاجه. اول حاجه انا باخد هيستوري من البيشنت، ده ستارتنج. بعد كده بعد ما باخد الهيستوري بتاع البيشنت انا ببدا اعمل كلينيكال اكزامينيشن. بعد ما بخلص الكلينيكال اكزامينيشن بيبقى عندي دايجنوستيك كوستس. بعد كده الراديوجرافز بتاعتي، كل الحاجات دي لازم امشي عليها بالترتيب علشان اعرف احط البروبر تريتمنت بلان. طيب، اول حاجه في الهيستوري ده بيتنقسم لعده اشياء. اول حاجه بنتكلم في البيرسونال هيستوري اوف ذا بيشنت، المنتال هيستوري. المنتال هيستوري ده هي السايكولوجيكال ستيتس بتاعت البيشنت، الحاله النفسيه بتاعت البيشنت. ده برضو بيفرق معايا في التريتمنت بلان بتاعتي. وفي الميديكال هيستوري والدنتال هيستوري. طيب، لو انا بتكلم في اول حاجه الا وهو البيرسونال هيستوري، باخد من ايه من البيشنت؟ باخد النيم بتاع البيشنت، باخد الادرس بتاع البيشنت، الايج، 6 الاوكيبيشن. طب وده ليه؟ ده بيفرق معايا في حاجات كتير. اول حاجه النيم، ده علشان ابقى عارفه الاسم بتاعه وابقى عارفه المكان السكن بتاعه برضو، علشان ده هيسهل لي الكوميونيكيشن مع البيشنت، ان انا اعرف اتصل بالبيشنت. والفون نمبر برضو، ده برضو بيساعدني ان انا اعمل كوميونيكيشن مع البيشنت، ابقى عارف مثلا البيشنت ده. الاسم مثلا طبعا بيزود الريليشن، ما ينفعش ابقى بنادي البيشنت باسم غير اسمه، ده بيحس ان البيشنت ان انا مقصره ناحيته او ان انا اصلا مش معبره مثلا. يبقى فكرتي مينلي هي الكوميونيكيشن، و بيزود الريليشن مع الدكتور. طيب، بعرف الايدج بتاع البيشنت. الايدج بتاع البيشنت بيفرق معايا طبعا في الدنشر في كذا حاجه. اولا ان اليونجر بيشنت بيبقى عندهم التوليرانس اعلى من الاولدر بيشنت. بمعنى كل ما البيشنت يبقى صغير اكتر، سواء انا هحط له فيكسد بروستودونتكس او ريموفابل، ببقى متوقعه ان هو ياخد عليه ويتعود عليه اسرع من الاولد بيشنت. فبيبقى expected to develop الدنشر skills and adapt faster than الاولد بيشنت، ان هو بيتعود اسرع من الاولد بيشنت. وكمان ببقى عارفه برضو ان اليونجر بيشنت بيبقوا مهتمين اكتر بحته الاسعتك. يبقى هي فكرتي ان انا بعرف الايدج علشان ان هنا ان هم بيأدبت اليونجر ايج بيأدبت faster than الاولدر ones، وان اليونجر بيشنت concerned اكتر بالاسعتكس، زي برضو فكره الفيميلز والميلز. وبرضو هنا اما لو انا بتكلم في الاولد بيشنت اللي هم مينلي حاجه اسمها جيرياتريك بيشنت دول مينلي بيبقوا بيشنت اولد ايج قوي، بيبقوا حتى مش قادرين مثلا ان هم يتحركوا او ان هم يجوا العياده، وساعات اصلا بتبقى جلسات سريريه، يعني ان الدكتور بيضطر يروح للبيشنت البيت. بيبقى متوقع منهم ايه؟ ان السمع بتاعهم قليل، الفيجن بتاعتهم قليله، وبرضو الماسكلر تون، ان المسلز بتاعتهم القوه العضليه بتاعت المضغ او الماستيكيشن بتبقى قليله، وانا حتى بيبقى صعب عليا ان انا اخد له جو ريليشن. وطبعا ببقى برضو السليفري فلو، كل ما السن بيزيد السلايفا نفسها كميتها بتقل. فده طبعا لما السليفري ده برضو بقى متوقعه، كل ما السلايفا بتقل بتبقى قليله قوي، بتعمل حاجه اسمها زيروستوميا، يعني ان السليفري فلو قليل. فده بعد كده بيأثر لي على البيشنت في الريتنشن بتاع الدنشر. كل ما السلايفا تبقى قليله خالص يبقى مش يعتبر مش موجوده، والبيشنت ريقه بينشف. الدنشر بتاعي بالذات لو كومبليت كل شويه هتلاقيه بيقع. الريتنشن ان هو ثابت في مكانه، لا ده هتلاقيه كل شويه بيقع. تمام. وبرضو ابقى متوقعه ان الهيلينج بتاع البيشنت اقل، وبرضو ببقى عارفه
ان التيشو بتاعتي less resilient. الريزيلينت يعني ايه كلمه ريزيلينت؟ ان انا لما اقدر احط عليها الدنشر بتاعي تاخد وتدي معايا، يعني بمعنى اصح كاني حطاه على الكاشن، كاني حطاه الى حد ما على مخده طريه. لكن لما تبقى ليس ريزيلينس، لا، ده لو هي اتك شويه عليها مفيش حته طريه، مفيش حته القشر بتاعت مفيش حته المخده بتاعت السوفت تيشو، فبالتالي ابسط حاجه ممكن تعمل لي انجري في البيشنت. وكمان الاورال ميكوزا والسب ميكوزا بتبقى سينر. يبقى انا ابقى عارفه ان غير حاجات في الاولد بيشنت بالذات اللي هم الجيرياتريك، الجيرياتريك بيبقى فيهم ان هنا الفيجن والهيرنج بيبقى قليلين، وكذا حاجه كمان بتبقى قليله. ايه هم اللي بتبقى قليلين؟ الاربع حاجات يعتبر متصلين، يعني في حاجه لوحدها والباقي التلاته متصلين ببعض. ايه هم؟ ان الجو ريليشن الماسكولار تون بتاعتي بيبقى يحصل لها لوس، يعني ان الماسلز بتاعتي انا مش قادره احدد الريليشن قوي لان الماسلز بتاعتي ضعيفه. والثلاث حاجات اللي هم ليهم يعتبر علاقه ببعض، ليهم علاقه بالسوفت تيشو، اللي هو السليفري فلو قليله، والتيشو بتاعتي ليس ريزيلينت، والاورال ميكوزا والسب ميكوزا بيبقوا سن، فبالتالي بيبقى اسهل في ان هم يحصل لهم انجري، ولما بيحصل لهم انجري بياخدوا وقت اطول عشان يحصل لهم هيلينج. طيب السكس بيفرق معايا في ايه؟ طبعا مثلا لو المان ممكن يبقوا شغالين اكتر، ممكن لو هي هاوس وايف مثلا فيميل بيبقى عندها وقت اكبر، لكن المان ممكن مع مواعيد الشغل فبقى براعي مواعيد شغله، والفيميل طبعا بيبقوا مهتمين اكتر بالاستاتيك. وطبعا لو في فيميلز ببقى متوقع ان ممكن يبقى في بريجننت. لو في بريجننت فيميل مثلا فببقى عارف ان بيبقى الجنجفا مينلي بيحصل لها انفلاميشن during البريجننسي. وبرده لو هي مينوبوز اللي هي الفترة بعد البيريود يعني وكده، بعد انقطاعها بيحصل برضو burning sensation في الميوكوزا بتاعتي، فبرضو بيبقى الدنشر بيعمل لي انجري اسرع. يبقى برضو متوقع في ان الحاجتين دول مشكلتين بتواجهني مع الفيميلز في حته البريجنانسي وحته بعد المينوبوز، ده بيحصل burning sensation اسرع، والجنجفا بتبقى more liable للانفلاميشن، يعني بتبقى عرضه اكتر يحصل لها انفلاميشن. طيب الاوكيبيشن بتفرق معايا في ايه؟ مثلا لو البيشنت الشغلانه بتاعته ممكن اولا تاثر لي على الدنشر، يعني لو هو مثلا public speakers فبالتالي محتاجه ان انا اعمل له دنشر يطلع لي الفونيشن اللي هو النطق الصح بتاع الكلمات. ما ينفعش يبقى هو public speaker وبيطلع نص، او صحفي او مذيع ونص الكلمات او الحروف ساقطه منه. فبالتالي وده بيعتمد طبعا ان انا احط الفونيشن صح، وده بيعتمد من خلال البوزيشن بتاع الانتيريور تيث والثيكنس اوف ذا بالات. لان مثلا لو الانتيريور تيث انا ممكن قدمتها بزياده واللور تيث ورا، فده ممكن بيعمل لي زي سقسقه كده في الحروف او في تسفيره كده. طبعا ان الريتنشن العالي بيبقى المن البروفيشنال مان، يعني المنز جوب بتاعتي، اي جوبز بتعتمد مينلي ان البيشنت بيتكلم او المان بيتكلم من غير ما تلاقي كل شويه الدنشر بيقع منه، ده مش طبيعي. وعندك مثلا اللي هم الويند انسترومنت بلايرز اللي هم بيعتمدوا ان هم يخرجوا هواء من بقهم علشان يعزفوا زي اللي بيعزفوا على البوق، فبالتالي كل شويه بينفخوا. انت اصلا مع النفخ لما بتبقي عايزه البيشنت يخلع الطقم مثلا والطقم الريتنشن بتاعه عالي يعني ثابت في مكانه قوي، تقولي له انفخ، فبالتالي انت محتاج ان الدنشر يبقى فيه ريتنشن عالي. طيب المنتال اتيتيود اوف ذا بيشنت ده برضو يعتبر من البيرسونال ديتكشن بتاع البيشنت. يعني بنعمل بيشنت انترفيوينج، تمام، بنتكلم مع البيشنت بعد ما بناخد طبعا يعني ديورنج ان احنا بناخد الهيستوري من البيشنت، احنا بنعمل بيشنت انترفيوينج، بالتالي بقدر اتشيك الحاجات دي اللي هو المنتال اتيتيود اوف ذا بيشنت. طيب according لدكتور هاوزز كلاسيفيكيشن هم قسمهم لي لاربع انواع. اول نوع philosophical patient
الفيلوسوفيكال بيشنت ده افضل نوع. تاني حاجه الاكزاكت بيشنت او الديماندنج بيشنت والانديفرنت بيشنت والهيستيريكال. طيب نبدا نوع. الفيلوسوفيكال بيشنت ده نوع لطيف جدا. بيبقى البيشنت راشنال جدا، كوم، ان هو بيسمع اللي يجي مثلا بيقدم الشيف كومبلين بتاعتي، يقول 1 2 3 طيب ايه الحل يا دكتور، بيثق في الدكتور اللي قدامه ان انا افضل حل هو الدكتور اللي قدامي هيقدمه لي، فان هو easy to convince بالتريتمنت بلان بتاعتي. مش هيقعد بقى مثلا يسال اسئله كتير، طب وليه ما نعملش كذا، طب لا انا مش مقتنع، طب الف على دكاتره تانيين. بيبقى cooperative patient وبيبقى عنده تفاؤل ان الحاجه دي مثلا هتنفع. يعني مثلا لو قلنا ان احنا هنعمل دي اندو الاول، في patient يقولك لا احنا نسمع ان هو بيفالير مثلا، فلا ده هو بيبقى optimistic patient cheerful، بيكون ملتزم بمواعيده، ف المنتال اتيتيود بتاعه بيبقى stable، وبالتالي ده بيكون بيديني better prognosis للتريتمنت بلان بتاعتي، لان هو بيمشي على تعليماتي، وبالتالي طبعا مثلا بيحافظ على الاورال هايجين والكلام ده كله. ده الفيلوسوفيكال وده افضل حاجه. تاني نوع الا وهو الاكزاكتنج بيشنت او الديماندنج، ده بيبقى نوع متطلب، ده لازم بيخش في كل حاجه، لازم بيحط مناخيره بمعنى صح في كل حاجه. لازم اول حاجه في اي ستيب انت هتاخديها لازم تقولي له ليه وعشان ايه. فلايك تو explain every step. الاكسبلانيشن لافري ستيب difficult to be pleased، صعب انك تقنعيه، وصعب ان انت تخليه يقتنع بالتريتمنت بلان، وصعب ان هو ينبسط بالنتيجه، لان هو بيبقى عايز الحاجه بيرفكت 100%. ف not easy to treat، need extra care و effort و patient، ومحتاج صبر طبعا علشان ان انا اشرح له كل حاجه وعلشان اقنعه بالتريتمنت بلان بتاعتي، عكس الفيلوسوفيكال بيشنت. ممكن لو جاوبته على الاسئله كلها اللي هو حابب يسمعها، فبالتالي ممكن ساعتها يبقى good patient، لو هو هيبقى متفهم، لو هو understanding اللي احنا بنقوله، مش بس مقتنع برأيه واللي هو لا انا مش مقتنع بالتريتمنت بلان بتاعه الدكتور وخلاص. طيب الانديفرنت بيشنت ده بيشنت مش فارق معاه اصلا، ده في الاغلب بيكون حد من الاهل اقنعه ان هو يروح لدكتور الاسنان. ده في الاغلب بتبقى الاورال هيجين بتاعته باد اورال هيجين، وبيكون مش مهتم اساسا بالتريتمنت بلان، ولا ان هو يركب اسنان وهو عاجبه شكله كده، ومش مهتم باي حاجه تانية، مش لازم ان هو يعوض الميسنج، مش همه النطق، مش همه اي حاجه. ممكن حد من اهله بس اللي ايه اللي زن عليه اللي هو روح لدكتور اسنان مثلا عشان تعوض الشكل او الفانكشن او الكلام ده كله. طيب يبقى هما they aren't concerned، مش مهتمين اصلا about the general health او being with or without teeth، وبيبقوا passive patient و give up easily، وما بيحضروش مواعيدهم طبعا كامله، وبيبقوا pushed to treatment by their families وشو poor prognosis. بالتالي لان هم مش مهتمين ليه poor prognosis، ليه البروجنوزس بتاعي هو الايم، المفروض يا اما هيبقى ويل بروجنوزس يا بور بروجنوزس. ايه الفرق موضوع البروجنوزس؟ البروجنوزس بتاعي هو مدى نجاح التريتمنت بلان اللي انا حطاها، او التوقع اللي هيوصل لي من التريتمنت بلان. فالبيشنت الانديفرنت دول ما بيتبعوش اصلا التعليمات، لان هم مش مهتمين، ما بيعملوش ويل اورال هايجين، فبالتالي ان انا البروجنوز بتاعي بيبقى بور، متوقع ان الحاجه مينلي ممكن تبقى تفلير اصلا، ان هم حتى ما بيلتزموش بالمواعيد ولا التعليمات ولا اي حاجه. اما الهيستيريكال بيشنت ده مين بيشنت بيبقى من اسمه كده هيستيريكال، هو اصلا بيبقى جاي متوتر، بيبقى يعني مقلق، بيبقى مين عنده emotional problems، محتاج في الاغلب سايكست، هو محتاج يتعامل بسايكاتريك سكيلز معينه، لان مينلي هي البروبلمز اللي عندهم هي منتال مش بس اورال، فمحتاج سبيشال كير من الدكتور، لان هو بيبقى نيرفز، ممكن في وسط السيشن مثلا تلاقيه بيعيط، لا مش قادر يستحمل من مينيمال بين، كل الكلام ده. طيب بعد كده بنتكلم في الميديكال هيستوري. لازم ابقى عارف في الميديكال هيستوري المشكله يعتبر في 3 حاجات.
اول حاجه ان في ديزيزز بتافكت البروسيدر بتاعتي، تمام، وفي ديزيزز تانية اللي بتافكت الدنشر او الفاينل تريتمنت بلان بتاعتي، تمام، وفي ديزيزز ممكن تبقى ترانسميتد ليا، فلازم برضو ابقى واخد بالي. والميديكيشن، يعني بمعنى اصح هم 4 اتجاهات بخلي بالي منهم في حته الميديكال هيستوري. يبقى ابقى عارف ان البيشنت لو عنده ترانسميسبل ديزيز، والبيشنت ايه الميديكيشن، ايه الادويه اللي بياخدها، يعني نتكلم فيها نقطه نقطه، وايه الديزيز اللي عند البيشنت اللي هتافكت التريتمنت بلان بتاعتي وهتافكت البروسيجر بتاعتي اللي انا ممكن احتاج معاها بري ميديكيشن. يعني ممكن في بعض الامراض ان انا احتاج ادي البيشنت بري ميديكيشن. طيب هنا من الامراض اللي قالها الكاردياك ديزيز والدايابيتس ميليتس والهايبرتنشن، وطبعا الهرمونال ديستربنس والانفكشوس ديزيز والمالجنانسي طبعا والابيليبسي. طيب هو هنا اتكلم مينلي عن الديزيزز، فهيبدا كل ديزيز بيأثر ازاي. بس هي الفكره ان انت بتقسميهم في دماغك ل4 كاتيجوري. اللي انا بخاف من الميديكال هيستوري في 4 حاجات. اول حاجه ديزيزز بتاثر لي على البروسيدر نفسها، ان انا باخد بالي عشان لو هدي البيشنت بري ميديكيشن انتي بايوتيك، يعني لو هديله بري اوبريتيف او حاجه اسمها بري ميديكيشن انتي بايوتيك، يعني بديله انتي بايوتيك قبل ما ابدا السيشن بتاعتي. وديزيزز هتاثر على التريتمنت بلان بتاعتي، فلازم اخلي بالي برضو. يا اما تالت حاجه ان هي ممكن حاجه تبقى ترانسميتد ليا، يا اما رابع حاجه زي ما قلنا الميديكيشن اللي هتاثر على الاورال كافيتي بتاعه البيشنت. طيب ماشي، لو الدايابيتس مثلا، اول حاجه ايه هي الامراض اللي بتاثر لي على التريتمنت بلان بتاعتي او الدنشر بتاعي، وبرده بتاثر لي على الاورال كافيتي عامه. طبعا الدايابيتس. فكره الدايابيتس كلها يعني بتنحصر في 3-4 حاجات. ايه هم؟ اول حاجه البيشنت الدايابيتس اللي بيبقى عنده هاي بلاد شوجر ليفل بيكون عنده البون ريزوربشن بتاعه اعلى، يبقى البون لوس بيبقى اعلى. يبقى هنا بنقول البون لوس بيكون اعلى، تمام. بيكون عنده السليفري فلو قليل، فكل ما السليفري فلو بيقل كل ما البيشنت ده بيبقى عرضه للكيرز اكتر، تمام. طيب وبيبقى عنده مور انفلاميشن في التيشو، الاورال كافيتي بتاعته بتبقى ايزلي انفليمد والسريتد. دول تالت حاجه. رابع حاجه بتبقي عارفاها ان انت بيبقى عنده الووند هيلينج، ان التئام الجروح بتاعه بيبقى بطيء. بيبقى هو مور لايبيليتي للانفكشن والانفلاميشن بتاعت الاورال كافيتي، الانكريزنج في البون ريزوربشن، تمام. وبالنسبه ان هو عرضه اكتر للانفكشن والانفلاميشن، فبالتالي الميكوزا بتاعته بتبقى سين السريتد، وزيروستوميا اللي هي ديكريزنج في السلايفيشن. فبالتالي الزيروستوميا دي بتعمل لي حاجات كتير جدا. اول حاجه ان هي بتعمل لي مور لابيليتي للكيرس، بتخلي البيشنت عنده الكيرس اندكس اللي هو المعدل الكيرس بتاعه ازيد، ان هو الاصابه بالكيرس بتاعته ازيد. وغير كده ان الريتنشن بتاع الطقم بيكون قليل. طيب ايه هو المانجمنت بتاع دي دايابيتس ميليتس؟ ان انا بخلي بالي طبعا ان الجينجر بنقول هي سن ومور لايبل للانفكشن والانفليمد، ان هي بيحصل لها انفلاميشن بسهوله. فبالتالي وانا باخد الامبريشن ماتيريال بتاعتي، الامبريشن تكنيك، بستخدم حاجه اسمها اتروماتيك، يعني ان انا من غير ما اعمل تروما بمعنى صح، بحاول افويد الزنك اوكسيد جينول عشان ما يعمليش اريتيشن في الاورال ميكوزا. الزنك اوكسيد جينول ده هو الماده اللي احنا بناخد بيها السكندري امبريشن، بس الفكره ان هو ممكن بيعمل اريتيشن شويه، بيعمل انفلاميشن، بيعمل التهاب في الاورال ميكوزا، فبالتالي احنا بنحاول ما نستخدموش. طيب الحته دي مش كل الناس بتعملها، بس الفكره بيقول ان الدنشر teeth should have reduced the occlusal table to reduce the pressure on the denture supporting structures. يعني ان الاوكلوزال سيرفيس بتاع الدنشر تيث دي بتبقى قليله شويه، بيبقى حجمها قليل علشان بس اخلي البريشر اقل على السبورتنج ستراكشر بتاع الدنشر.
ما هو الدنشر السبورتنج ستراكشر ده هي عباره عن البون بتاعي والميكوزا والكلام ده كله، فبقلل الحمل عليها شويه عن طريق ان انا بقلل الاوكلوزال تيبل اللي هو مساحه الاوكلوزال سيرفيس بتاعي. طيب تاني حاجه في الديزيزز الكاردياك ديزيز. طبعا في الكاردياك ديزيز برضو بحاول ابقى سيمبل مع البيشنت، بخلي الابوينتمنت بتاعتي السيشنز بتاعتي قصيره وبدري، وفي الاغلب ممكن ادي بري ميديكيشن كمان. طيب ماشي. الهايبرتنشن البيشنت خلي بالي مع الهايبرتنشن ان انا بدي انستيزيا مثلا، لو انا هعمل حاجه فيها انستيزيا ما اديش ابنفرين. الابنفرين ليه؟ علشان الابنفرين بيضيق لي الدنيا اكتر، بيعمل هايبرتنشن اكتر على البيشنت، وان ممكن البيشنت ده لو هو طبعا بياخد البيشنت ساعات ممكن بيكون بياخد ادويه سيوله، فبيعمل لي مثلا لو انا بعمل بروسيدر تانية بيعمل لي نزيف. طيب لو هي حاجه بس دي بتبقى ليفل صعب قوي يعني عشان البيشنت يحصل له نزيف، يعني مش بيبقى مثلا بالاسبرين العادي. طيب والبيشنت مين اللي برضه بيبقى ماشي على دايوريتكس عشان يقلل الهايبرتنشن، عشان يقلل الضغط العالي بياخد دايوريتكس، فبالتالي برضه بيبقى عنده دراي ماوث اللي هي ايه؟ الزيروستوميا. والزيروستوميا بتقلل لي الريتنشن بتاع الدنشر بتاعي، والزيروستوميا زي ما قلنا بتخلي البيشنت كيرث اندكس اعلى. طيب عندنا هنا الارثرايتس. الارثرايتس طبعا بيعمل لي ان انا الارثرايتس هو التهاب في المفاصل مينلي. فايه هي اكتر المفصل موجود؟ هو بتاع التي ام جي، ده جوينت او الجوينت بتاعي. تمام. فبالتالي بيبقى فيه سيفير بين لما البيشنت بيقفل ويفتح بقه. طب ده هيضرني في ايه؟ لما اخد البايت بتاعتي ولما اخد الامبريشن بتاعي وما اجي اعمل الجو ريليشن، طبعا البيشنت ما بقاش قادر يفتح بقه عشان ادخل الماتيريال بتاعتي، ولا قادر اصلا ان انا اعمل له جو ريليشن. طيب وبرضو بخلي بالي كل الحاجات دي بتأفكت التريتمنت بلان بتاعتي اللي بحطها. طيب في حاجه تاني، حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الا وهي الانفكشس ديزيز. تمام. يعني دي يعتبر تاني كاتيجوري. ايه هي الانفكشس ديزيز دي؟ اللي هي ترانسميزابل ديزيز. انا بخاف على نفسي هنا بقى. المشكله طبعا زي التي بي والسيفلس والايدز والاتش سي في، كل الحاجات دي بتتنقل بالبلد وبالاورال فلويد بتاع الكافيتي بتاع البيشنت. فبالتالي باخد الانفكشن كنترول ميجرمنت لازم بتبعها. انا كده كده الانفكشن كنترول ميجرمنت سواء المريض ده عنده ديزيز ما عندوش، انا كده كده بتبعها، اللي هي ايه؟ اللي هي الدبل جلوفز او الجلوفز والماسك والجوجلز، الاي جوجلز والنابكن والديس انفكشن للسيرفيسز، للاسطح بتاعتي بستخدم لها ديس انفكشن، وسترلايزيشن للادوات. طيب طبعا برضو بقى واخده بالي لو البيشنت في حاجه مالجنسي، علشان بياخد راديوثيرابي وكيموثيرابي، وبرضو ده بيعمل لي زيروستوميا. زي ما احنا قلنا الزيروستوميا بتقلل لي السليفري فلو، اللي هو ان هو قليل السليفري فلو، والسليفري فلو لما بيقل بيقلل الريتنشن وبيزود لي الكيرز. تمام. وطبعا برضو بيبقى عنده الثان ريد ميكوزا، فبالتالي لازم استخدم اتروماتيك تكنيكس لما باجي اخد الامبريشن او بالراحه كده على البيشنت وبخليها له شورت فيزيت. هنا ايه هي لو احنا بنقسمها كده الميديكال هيستوري، ايه هي الحاجات اللي بناخد بالنا منها؟ اهم حاجه الدايابيتس ميليتس، الكاردياك ديزيز، الهايبرتنشن والارثرايتس، وخامس حاجه المالجنسي. بي الا وهو حاجه تانية في اللي هي في الميديكال هيستوري الا وهو الانفكشوس ديزيز. وبعد كده سي الا وهو الميديكيشن. طيب ايه هي الميديكيشن ذاتس افكتنج الاورال كافيتي بتاعتي وليها سايد افكت وبتاثر لي على التريتمنت بلان بتاعتي؟ طيب زي ايه؟ في حاجات بتعمل زيروستوميا. زي ايه الزيروستوميا؟ الحاجات الانتي هايبرتنسيف، الحاجات اللي البيشنت بياخدها زي ما احنا قلنا، بياخد دايوريتكس. لو البيشنت عنده هايبرتنشن بياخد انتي هايبرتنسيف دراجز، فبالتالي بتعمل لي زيروستوميا. تمام. الانتي هيستامينز
برضو بيعمل لي زيروستوميا. مضادات الاكتئاب الانتي ديبريسنت بتعمل لي زيروستوميا. تمام. اي تشينجنج تاني حاجه غير دي ميديكيشن بتعمل زيروستوميا. تاني حاجه ممكن في حاجات بتعمل لي تشينجنج في الاورال فلورا، بمعنى ان البيشنت لما بيستخدم برود سبيكترم انتي بايوتيك. يعني ايه برود سبيكترم انتي بايوتيك؟ الانتي بايوتكس مثلا زي الاوجمانتين او كده بيستخدمها فتره طويله، دي بيعمل لي تشينجنج في الاورال فلورا. ايه هي الاورال فلورا؟ الاورال فلورا دي هي عباره عن البكتيريا النافعه اللي موجوده في الفم بتاعه البيشنت. دي بكتيريا ملهاش اي اضرار، ده الطبيعه بتاعه تكوين الفم. فبالتالي البيشنت لو بياخد لونج برود سبيكترم انتي بايوتيك ده بيغيرها، والبيشنت بيتكون عنده كانديدا اللي هي الفطريات. طيب في ادويه زي الاسبرين، ممكن دي برضو من ادويه السيوله، بتعمل نوزيا وفوميتنج. فبالتالي كده انا البيشنت بيبقى عنده جاج ريفلكس عالي. يعني ايه يعني جاج ريفلكس عالي؟ ان هو مور لايبل للفوميتنج. يعني بمعنى صح انا باخد الامبريشن ممكن الاقي البيشنت بيرجع عادي جدا. فبرضو ده انا ابقى عارفه ان ممكن لازم ابقى واخده حذري ان مثلا الامبريشن ماتيريال ما توصلش لزور البيشنت وبعدين اقول هو بيرجع ليه. طيب نخش بقى بعد ما خلصنا عملنا بيشنت انترفيوينج عشان اعرف الستيتس بتاعت البيشنت، وعملت خدت بيرسونال هيستوري واخدت ميديكال هيستوري، هاخد دنتال هيستوري عشان برضه ابقى فاهمه ان الهيستوري ده ممكن يتاخد بحاجه من الاثنين. يا اما بقعد انا اعمل انترفيوينج كده مع البيشنت واقعد اساله الاسئله دي، يا اما بكويستشنير مجموعه من الاسئله بيبقى فيها ورقه مجموعه من الاسئله بيجاوب عليها. بس الافضل ان يكون انترفيوينج مع البيشنت. ليه؟ عشان اقوي ريليشن مع البيشنت واقدر برضو افهم الاتيتيود بتاعه واقدر ادرس الاكسترا اورال مانيفستيشن بتاعت البيشنت والبيشنت بوتشر، القعده بتاعت البيشنت وجسم البيشنت والمنتال ستيتس بتاعته. تمام. طيب الهيستوري بتاع الدنتال هيستوري بتاعي بتكلم في شويه حاجات زي ايه؟ زي مثلا الهيستوري about التيث لوس. اول حاجه لو البيشنت عنده ميسنج تيث، يعني اللي هي اللي لازم اخد الهيستوري بتاعها، بمعنى ان مثلا بقى عارفه هل البيشنت ده لما جه يحصل له اكستراكشن مثلا كان عنده مشكله مع الانستيزيا، هل البيشنت ده كان عنده ديفيكالت اكستراكشنز، فساعتها ممكن بعمل جيوغرافيك كده كده بعمل جيوغرافيك اكزامينيشن عشان اشوف برضه لو في الميننج روتس. طيب لازم اعرف السبب بتاع اللوزنج اوف ذا تيث، ده بيفرق معايا. هل البيشنت مثلا اول ما ضرسه يوجعه فيقوم رايح خلعه، فكده ابقى عارفه مثلا ان البيشنت ده برضه الاتيتيود بتاعه هيبقى indifferent patient، هبقى عارفه ان هو مش همه اصلا ان هو يحتفظ بالاسنان او ان هو باد اورال هايجين مثلا. فبقى عارفه برضه ان هو ما بحطلوش مثلا تركيبه تعتمد على الاورال هايجين بتاعته. كل الكلام ده وابقى برضه مفهمه البيشنت لا ان هو لازم يحسن الاورال هايجين بتاعته. طيب لكن لو اللوس اوف تيث مثلا بسبب البريدونتال ديزيز هبقى عارفه ان هيبقى فيه بون لوس. ليه؟ دايما اي بريدونتال ديزيز او اي جنجفال انفلاميشن، هي الموضوع بيبتدي في الاول حتى لو في تيس عاديه جدا، الموضوع بيبتدي بجنجفال انفلاميشن، بعدين بيخش على ان هو بريدونتال انفلاميشن وبريدونتال باكيت، وبعد كده يبدا يحصل لي بون لوس، فبعد كده بيحصل لي ان يعني فقدان في البون، بعد كده بيحصل لي جنجفال ريسيشن، وبعد كده دي كده اسكيما معروفه يعني. بعد كده بيحصل لي التوث لوس. عايزه برضو اكتب لك السكيما دي لان انتي هتحطيها في اي حاجه، حطيها سواء في البلاك والكالكلس بتاع البيليو، هتحطيها في الكراون والاوبراتيف برضو تبقي عارفاها، في السكيما ان هي بتاعت اي ديزيز، هتحطيها في الدايابيتس ميليتس، ما هو ده برضو سبب الدايابيتس ميليتس، كل الكلام ده. تمام. فبالتالي كل ما يحصل لي بون لوس اكتر كل ما الدنشر هيبقى واسع اكتر، فبيحصل له ريلايننج. بنعمل له احنا ريلايننج يعني ايه؟ ان انا اعمل له تبطينه، بمعنى اصح ان انا بطن الجزء الداخلي بتاع الدنشر علشان ما يبقاش واسع على البيشنت. عامل زي ايه مثلا؟ ان البيشنت جايب جزمه واسعه عليه، فبالتالي بحط فرش في الشوز نفسه. طيب لو البيشنت
بعد ما خدنا الهيستوري بتاع الميسد تيث، طيب باخد الهيستوري بتاع الدنشر، لو هو البيشنت ده هل عمل دنشر قبل كده ولا لا. طيب لو هو عمل، هل مثلا كان ساتيسفايد بالنسبه له؟ تمام. ولو هو مش ساتيسفايد، تمام، لو هو مثلا هل ده كان اول دنشر يعمله ولا لا، يعني الساتيسفيكيشن اوف الاولد دنشر هل هو ساتيسفايد ولا لا. بس هو في الاغلب لو هو جاي يعمل واحد تاني مثلا، هل هو مثلا عامله بقاله سنه فما كانش ساتيسفايد عليه خالص، فهو عنده مشكله مع الدنشرز عامه، فلازم اعرف ايه هي المشكله بتاعتي. طيب لازم اعرف برضو الدنشر ده بقاله قد ايه، ولا هو مثلا البيشنت مثلا ممكن قعد بيه 5-6 سنين فهو كان تمام معاه فهو بقى واخد على التركيبه. البيشنت برضو في حاجه، البيشنت اللي بيبقى استخدم دنشر قبل كده بيبقى اسهل لي ان هو يتعود على فكره الدنشر، لان البيشنت لو اول مره استخدموه بيبقوا مستكبرين حجمه جدا، لان هم مثلا واخدين على الفيكسد بيبقى حجمه صغير. لا، احنا هنا بناخد السبورت بتاعنا من الاورال تيشو، الاورال ميكوزا، فبالتالي احنا بنسند على الاورال ميكوزا، بنسند على البلد. الاحساس ده بيخلي البيشنت عايز يرجع، لا انا مش مرتاح، لا ده انا لساني بيخبط في حاجه، لا الجنجفه مش مرتاحه، كل الكلام ده. لكن لو هو استخدم اوريدي طقم قبل كده فبيبدا ياخد على الموضوع، ان بيبدا خلاص اللثه اتعودت، سقف الحلق اتعود، ان احساس الترجيع مشي من عنده، كل الكلام ده. فلازم اعرف الساتسفيكيشن with الاولد دنشر، عدد الاولد دنشرز كم مره عملوا، تمام، الايدج بتاع اللاست دنشر هل بيقعد معاه ولا هو مرتاحش فيه اصلا، تمام، وايه هي الكوزز من وجهه نظر البيشنت بتاعه الفيلير بتاعه البريفيوس دنشرز. يعني هو شايف مثلا انا كده هتعلم بمعنى اصح من اخطائي، لا انا ما عجبنيش الدنشر اللي فات اللي هو مثلا بقاله 6 شهور بس، انا ما كنتش مرتاح معاه لانه مثلا عمل لي التهابات، فانا ابقى متخيل ان البيشن او واسع مثلا، فلا انا ابقى عارف ان انا براعي الموضوع ده في الدنشر بتاعي اللي انا بعمله له. فبالتالي هو متوقع ايه من الدنشر اللي انا هعمله له، why is he requesting a new one. تمام. مثلا ممكن برضو حاجات اللي هفهمها للبيشنت، ان ممكن لما يقول لي انا كان عندي شكوى مثلا من اولد دنشر بتاعي ان هو واسع بزياده، او عامل لي التهابات، عامل لي كده، فابقى اعرف هو متوقع ايه من الدنشر الجديد، وبرده ان انا ابقى محدده له ايه اللي ممكن يلاقيه، عشان ما اقولوش حاجات مثلا اقول له لا ده انت مش هتحس بيه خالص، فلا يبقى فاهم ايه اللي هو هيلاقيه في الدنشر اللي انا هعمله له. هي ممكن المشاكل اللي بتواجهه مثلا زي ما احنا قلنا، لو البيشنت عنده excessive ridge resorption، بيحصل له resorption كتير، فهتلاقي بيعمل كذا طقم وكل طقم بيوسع بسرعه، فهتلاقيه بيعمل اطقم كتير. تمام. الاوفر اكستندد بوردرز، لو البوردرز بتاعه الدنشر طويله بزياده، بتعمل يعني طويله من الفيستيبيول او التشيكس بزياده، ده بيعمل لي التهابات كتير، بتخلي الدنشر لوس اوف ريتنشن، ما عندوش ريتنشن اصلا لو هو طويل بزياده. تمام. لو الفيرتيكال دايمنشن بتاع الدنشر قليل، الفيرتيكال دايمنشن هو ايه؟ هو الدايمنشن ده between الابر واللور. تمام. الفيرتيكال دايمنشن ده لو قليل بزياده، برضو البيشنت بيبقى المسلز شكله مش المسلز بيبقى فيها ريليف كده، بيبقى شكلها مسترخي بزياده، بيبقى شكل البيشنت في حاجه اسمها السالكس حوالين الفم، ده بيبقى داخل، بيبقى ديب، فبالتالي بيبقى شكل البيشنت مش حلو. ولو الفيرتيكال دايمنشن زياده قوي، بيحصل ان التي ام جي بيبقى بيعمل له بين وبروبلم، والبيشنت مبقاش قادر اصلا يلبس التركيبه، وساعات ممكن بيحصل ميد لاين فراكتشر، ريبيتد ميد لاين فراكتشر، يعني بيحصل كسر كل شويه للدنشر. تمام. وده كله بيحصل بسبب ايه؟ الاكسيزيف ريدج ريزوربشن. يبقى الاكسيزيف ريدج ريزوربشن ده بيعمل لي كل ما يحصل تاكل اكتر في الريدج والبيشنت ما غيرش التركيبه، بيحصل حاجه يعني المفروض ان احنا نعمل لها ريلايننج او نعمل تركيبه جديده. طب البيشنت ما عملش كده، بيحصل ايه؟ بيحصل ان الاوفر اكستندد بوردرز اللي احنا قلنا بتعمل لي التهابات وبتخلي الريتنشن قليل، بيعمل حاجه تانية، ان الفيرتيكال دايمنشن بتاعي بيبقى قليل. ليه؟ لان الريدج بمعنى اصح متاكل، العظم متاكل،
فبالتالي الدنشر بيبقى واسع والبيشنت وشه بيطبق اكتر. ليه؟ لان كل ما العظم يتاكل كل ما الابر واللور جو بيقربوا من بعض اكتر، فبالتالي البيشنت وشه بيتطبق اكتر، فبالتالي الفيرتيكال دايمنشن بيقل اكتر. تمام. وبيحصل طبعا ريبيتد ميد لاين فراكتشر. لكن زي ما احنا قلنا برضو لو الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت، بس ده مش في الحاله دي، عامه بيبقى زياده، ده ساعتها برضو بيعمل لي مشاكل في التي ام جي. طيب يبقى احنا كده خلصنا فكره الدايجنوز بتاعتي. احنا عملنا ايه؟ عملنا هيستوري تيكينج باي. اول حاجه زي ما احنا قلنا بنعمل انترفيوينج للبيشنت عشان اعرف المنتال ستيتس بتاعته، المنتال هيستوري بتاعه. باخد البيرسونال هيستوري من البيشنت، الميديكال هيستوري بتاع البيشنت، والدنتال هيستوري بتاع البيشنت. تمام. ومن ضمن الدنتال هيستوري برضو هي دي مش ذاكرها، بس بتعرفي شويه معلومات تانية زي مثلا هل البيشنت مثلا عنده مشاكل مع الاكستراكشن، مع الانستيزيا، مع اي بروسيدر عملها، عدد التركيبات اللي عملها قبل كده، ايه اللي حصل له فيلير، طب ايه الاسنان اللي هو عمل لها اندو تريتمنت، ايه الحاجات اللي هو عاملها كومبوزيت. كل الكلام ده بساله شويه اسئله. طب انت رحت لدكتور السنان قد ايه؟ بقالك قد ايه ما رحتلوش؟ طب هل بيتابع بصوره دوريه مع دكتور الاسنان؟ ده بيديني نبذه. لو انا اعرف مثلا بيشنت بيقول لي انا بروح لدكتور اسنان كل 6 شهور، ده معنى كده ان البيشنت ده هيبقى عنده اورال هايجين كويسه. لو هو هيبقى بينظف كالكلس كتير، كل ما يتكون كالكلس بينظفه، يبقى انا متوقع ان البيشنت ده هيبقى فيلوسوفيكال بيشنت، هيبقى بيشنت مطيع بمعنى اصح، هيقتنع بالتريتمنت بلان بتاعتي. طيب هنخش في تاني حاجه بعد ما خلصنا الدايجنوزز، الا وهو الكلينيكال اكزامينيشن. طيب في اكسترا اورال اكزامينيشن، انترا اورال اكزامينيشن. طيب لو احنا بنتكلم في الاكسترا اورال اكزامينيشن، من البيشنت كده وهو بيخش لي واحنا بنعمل معاه انترفيوينج، اول حاجه بشوف هي الفيشال اكزامينيشن. تمام. ممكن بنبدا بالاكزامينيشن اوف ذا هيد. تمام. لو بشوف اي ساينز اوف سويلنج للبيشنت، بيشنت مثلا عنده ساينسايتس، وشه كله وارم، فببقى عارف مثلا ان ده emergency كيس. لو البيشنت داخلي وشه كله وارم، هل ده بسبب مثلا بعد كده عشان لما اعمل الانترا اورال اكزامينيشن ابقى فاهم، لما ابص في بقه ابقى بشوف مثلا لا ده البيشنت ده مثلا ده بيتعالج الاول كامرجنسي لاين اوف تريتمنت، ان انا بعالجه الاول قبل ما ابدا بقى. يعني مثلا ما يبقاش البيشنت جالي وشه وارم وانا بفكر له في التركيبه، لا انا المفروض في الاول ابدا ان انا اعالج له الباص دوت واعالج له البروبلم اللي مورمه له وشه دي الاول. تمام. وطبعا بشوف لو البيشنت وشه سيمتريك اسيمتريك، بشوف الشكل بتاع البيشنت. وبرده في حاجه بنعمل لها في الدايجنوزز بشوفها في الاكسترا اورال، دي بتفيدني برضو في الانترا اورال اكزامينيشن بعد كده، وبتفيدني وانا بعمل التركيبه. تمام. في الماسل تون بتبقى طبعا في اليونج ايج، في الهيلثي بيشنت بتبقى الماسل تون بتبقى قويه، لكن في الاولد بيشنت بيبقى عندك رينكلز وفولدز ابير ان فيس، يعني التجاعيد هنا والفولد بتاعتي هنا في الاماكن دي بتبان اكتر. كل ما البيشنت يبقى اولد ايج اكتر، وكل ما يحصل بون ريزوربشن اكتر، بيحصل ديبننج في الفولد ديت اللي بتبقى حوالين الفم. وده بيبقى فيه مظهر معروف كده للبيشنت الادنشلس بيشنت، بيبقى في ديبننج في الفولدز اللي حوالين الفم، والرينكلز اللي في الخدود. وده اللي انا بحاول بعد كده اعوضه لما باجي اعمل التركيبه بتاعتي. طيب اي هوب بس ان انا مش بتكلم بسرعه، هي بس الفكره ان دي معلومات لطيفه هي للفهم فقط، وانا برضو يعني يعني اي هوب ان السرعه بتاعتي تكون متوسطه بالنسبه لك، ولا هي سريعه ولا هي بطيئه، بس ممكن لو في اي حاجه عن سرعتي تقولي لي عليها. تمام. بعد كده الفيشال فورم بتاعي بيفرق برضو. يبقى تالت حاجة بعد ما شفت لو في اي سويلنج، وبعد ما شفت الماسكولار تون، بشوف الفيشال فورم. تمام. طيب انواعها ممكن يبقى شكل البيشنت الوش بتاعه في الفيشال فورم يا سكوير يا اوفويد يا تيبرد يا اما سكوير وستيبرد في الاخر. طيب بيفرق معايا في ايه شكل الفورم بتاع الفيس؟ ان هو بيفرق معايا في اختيار الشيب بتاع الانتيريور تيث. لما تبصي للبيشنت من قدامه
شكل السنه الانتيريور نفسها يبقى ملائم لشكل الفيس بتاعه. يعني ما ينفعش مثلا ان انا تبقى السنه تيبرد وصغيره والبيشنت وشه مربع وكبير، ما ينفعش. لازم يبقى فيه حاجه كده زي ايه، ريشيو كده ما بين الوش البيشنت والاسنان الاماميه، الفرونتال سيرفيس بتاع الانتيريور تيث. فبالتالي بيساعدني الفورم بتاع الفيشل فورم، بيساعدني في اختيار الفيشل، بيساعدني في اختيار الشيب بتاع التيس. تمام. طيب الاكزامينيشن اوف التي ام جي دي رابع حاجه بعمل لها اكزامينيشن. طبعا دي برضو بتهمني جدا، لان انا بستخدم التي ام جي ده هو اللي بيفيدني في ان انا باخد الريليشن ده بعد كده لما تعرفيها قدام بالترتيب كده. الريليشن بتاعتي هو ده اللي هتخلي البيشنت يعرف ياكل بيه، مش مجرد بس ان هو طاق مع عضة بقه عليه ومش عارف ياكل ولا يشرب ولا يتحرك بيه ولا يفتح بقه ولا اي حاجه. طيب لو البيشنت ده حصل له ديسلوكيشن قبل كده، حصل له ان المفصل اتحرك من مكانه، لازم ابقى عارف. طيب لو البيشنت عنده كليكنج، لازم ابقى عارف كليكنج اللي هي زي طرقعه بسيطه في الفك وهو بيقفل وهو بيفتح، وده ابقى لازم برضو ابقى عارف علشان وانا بعمل الدنشر بتاعي، علشان ده ممكن يبقى عند البيشنت اللي سبب الحوار ده irregular occlusal plane. يعني لو في premature contact ممكن مع الوقت تعمل لي الكليكنج. وبارا فانكشنال هابت، البارا فانكشنال هابت يعني هابتس غير طبيعيه، زي ايه؟ زي مثلا ان البيشنت بيكلنش، بيعض على اسنانه، بيجز على اسنانه جامد، او ببروكسيزم، بيعض برضه وبيجز وهو نايم. والكلام ده كله هعرفه منين؟ لو لقيت فيه اتريشن في التيث. طيب ايه الحاجه الخامسه اللي عامل لها اكسترا اورال اكزامينيشن؟ الا وهي اللبس بتاعتي. بتفرق في ايه؟ بتفرق في كتير. اول حاجه الشيب ده، هو ده الشيب اللي معروف في البيشنت اللي عنده لوزنينج في التيث بقاله فتره. الادنشتس بيشنت بيبقى معروف في الشكل ده، بيبقى عنده ديبنينج في الفولدز بتاعتي زي ما احنا قلنا عشان المسل تون بيبقى قليل. بيبقى عنده الشكل الاوكلوزال بلين ده بيبقى قليل، الفيرتيكال دايمنشن بتاعتي بتبقى قليله، بيبقى فيه لوزنينج للليب سبورت، اللب بتبقى داخله لجوه كده ومش مليانه، مش واخده الشكل بتاعها. فبالتالي الليب فولنس بتاعي ده بنتكلم في الليب اكزامينيشن. لازم استعيد الليب سبورت لما انا احط التركيبه بتاعتي. لو البيشنت عنده لوزنينج، يعني ان هو حصل له لوس في الانتيريور تيث، الليب دي الابر ليب بتبقى سانده على السنان. تمام. طب الاسنان دي فقدت، هنعمل ايه؟ هتلاقي اللب نزلت تحت وهبطت كده ودخلت لجوه. فبالتالي لما انا احط تركيبه جديده، لا، اخلي اللب تستعيد شكلها من غير ما تلاقي اللب برضو ان هي بروترودد لقدام، من غير ما تبقى قبه لقدام، من غير ما تبقى تحس ان البيشنت انا عملت له ضب مثلا، او من غير ما ابقى عملت له حاجه فيك. فبالتالي ان اللب سبورت ماست بي كونسيدرد لما اجي احط الانتيريور تيث. تمام. لكن لو انا بقى حطيت دنشر، لو الدنشر بتاعي الليبيال فلينج بتاعه تخين قوي، تمام، هتخلي اللب appearing to be too full. يعني ايه؟ ان هي مليانه بزياده، هتحسها قبه قدام كده كأن البيشنت عامل فيلر يعني، او مش فيلر بقى، هتحس فيه ضب في الموضوع. طيب ايه هو الليبيال فلينج؟ الليبيال فلانج ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي هو فوق اللي هو بيتحط في الفيستبيول. يعني ايه برضو الليبيال فيستبيول؟ يعني ايه برضو الليبيال فلانج؟ ده عباره عن الجزء اللي هو بيبقى لونه بينك من الدنشر اللي هو بيبقى فوق الاسنان. ما هو انا الدنشر بتاعي المفروض دي جزئين، جزء جزء اللي هو الاسنان، وجزء اللي هو الفلانجات بتاعته. الفلانج ده اللي هو الجزء البينك ده اللي هو بيسند على ايه؟ اللي هو بيخش في السالكس، اللي هو بيخش في الفيستبيول بتاعي، اللي هو بيخش بمعنى اصح في اخر اللثه. فده لو تخين اوفر، لا، هتلاقي ان الشف قبه كده شكلها مش طبيعي. فلازم ان انا اراعي ان انا اريستور ببساطه شديده الليب سبورت، بس without to be over full. طيب بعد كده بنبدا بالانترا اورال اكزامينيشن. احنا كده خلصنا الخمس حاجات اللي اتكلمنا عنهم في الاكسترا اورال اكزامينيشن، الا وهو ان انا بشوف في السريع كده، بشوف
الهيد شكلها عامل ازاي عشان لو في سويلنج، بشوف الماسل تونز لو في اي حاجه اللي هي الحاجات الغاطسه في وش البيشنت، الفيشيال فورم بتاعي عشان احدد شكل الاسنان الاماميه، وبعمل اكزامينيشن للتي ام جي، وهعمل اكزامينيشن اوف ذا لب اللي هي الفولنس بتاع اللب. طيب انا بتكلم دلوقتي عن الانترا اورال اكزامينيشن، بتكلم فيه في حاجتين، عن السبورتنج ستراكشر. يبقى دلوقتي لو احنا بنتكلم في السبورتنج ستراكشر، بتكلم فيه سوفت تيشو وبوني فاونديشن اريا. انا دلوقتي لما بسند على حاجتين او مينلي 3 يعني، بس حاليا احنا مش جايبين. احنا دلوقتي لو بنتكلم على كومبليت دنشر مثلا، بسند على سوفت تيشو وبتكلم على بوني فاونديشن اريا. تمام. يعني اللي هي الجزء اللي فيه بون بمعنى اصح اللي ممكن نسند عليه. طيب ممكن نبدا اول حاجه بالسوفت تيشو. طيب يبقى احنا قلنا هنا السوفت تيشو بتاعتي هقسمها لحاجتين. اول حاجه الدنشر بيرنج ميكوزا. البيرنج ميكوزا دي اللي هي الدنشر بيرنج ميكوزا، يعني هي اللي بيسند عليها الدنشر. تمام، مش اللي بينتهي عندها الطروف بتاعت الدنشر، لا انا بقسمها لحتتين، نوعين من الميكوزا. جزء الدنشر نفسه بيسند عليه، ده اللي هو بيبقى all around the ridge هنا كده. تمام، ده اللي هي اسمها دنشر بيرنج ميكوزا. تمام، ودي احسن حاجه ليها ان هي تبقى firmly bound to the bone و slightly compressible. تمام، ويبقى عندها ريزيلينت عاليه. الريزيلينت بتاعتك يعني ايه؟ ان هي تبقى rigid بس تبقى عندها الابيليتي ان هي تو ابزورب البريشر، زي فكره الكشن ان هي تابزورب بس ما تتحركش زي الكشن، بس تابزورب البريشر وتاخد شكلها الطبيعي تاني من غير ما تتاثر. ليه؟ لان هي لو بتتحرك بشده ساعتها هيحصل انفلاميشن، كل ما يقع عليها فورس تتحرك كده ساعتها هيحصل انفلاميشن. يبقى انا دلوقتي بقسم السوفت تيشو لجزئين، جزء بسند عليه الدنشر كله اللي هو الدنشر بيني ميكوزا اللي هو الجزء ده، وبرده الجزء بتاع البلد. تمام، وده لازم يبقى كومبريسبل شويه، بيبقى بيستحمل الضغط، ان هو يعني عامل زي الكاشن شويه، وبرده بيبقى فيرملي باوند تو ذا بون. تمام، وبعد كده عندي جزء تاني الا وهو البوردر تيشو. يعني ايه البوردر تيشو؟ اللي هو التيشو اللي بينتهي عندها الدنشر بتاعي، اللي هو بمعنى صح زي ما احنا قلنا الدنشر بينتهي بايه؟ بينتهي بفلانجات. تمام، فدي لازم تبقى slightly displaceable tissue. هنا كده الجزء اللي بينتهي اللي هي الفلانجات بتاعة الدنشر بتنتهي في الفستيبيول، دي بتبقى displaceable شوية، ما بتبقاش ريجيد في مكانها، بتبقى فيها شوية حركة بسيطة جدا لا تذكر. ده بيفيدني في ايه؟ بيزود لي الريتنشن والاستابيليتي بتاعتها، بيعمل لي سيل في يعني الفلانجات بتاعت الدنشر بتبقى بتاخد وتدي بمعنى اصح مع الفلانجات بتاخد وتدي مع الفستيبيول، فبتبقى لازقه فيه اكتر، بتاخد ريتنشن فيه اعلى. لان ليه؟ لان بتعمل لي حاجه اسمها سكشن افكت. يعني ايه؟ بيفرغ الهواء والميه ما بين الفلانجات وما بين الفستيبيول. تمام، وبعدين التشيكس نفسها بتساعدني لما بتتحط عليها على الفلانجات ان بيبقى الدنشر ثابت في مكانه. طيب لو طبعا الفرينم بتاعتي، الفرينم بعمل لها حاجه اسمها ريليف. يعني ايه ريليف؟ يعني اقوم جايه كده عامله حاجه اسمها في نوتش. يعني ادي الدنشر بتاعي يبقى واصل لحد الدبس اوف الفستيبيول، واجي على الفرينم اقوم عامل كده، عامل في نوتش كده واقوم مكمل. لازم اعمل لها ريليف. ليه؟ لان هي عباره عن سوفت تيشو مليانه بفاسكولارز، مليانه بكابيلاريز، مليانه ببلاد فلو، مليانه بارتريز، بشرايين صغيره. فبالتالي لو اي كومبريشن عليها هيحصل لي فيها انفلاميشن، والبيشنت هيحس ببين وهيحصل لي ulceration. تمام، فلازم اعمل لها ريليف بفي نوتش كده. تمام، وبرده زي هنا اللينجوال فرينم بيبقى قوم جاي فاتح كده من عند الطنج وعامل في نوتش برده. تمام، رابع حاجه لو لقيت abnormal soft tissue variations، يعني مثلا لو في بقى لو ايه بعد ما خدت بالي من الانترا اورال اكزامينيشن العادي، باجي اشوف مثلا لو في بقى ايه البيشنت عنده انفلاميشن في الميكوزا بقى ulcers الكلام ده كله. تمام،
اخلي بالي برضو ممكن يكون من سبب من الهيستوري اللي هو قالهولي، ممكن مثلا من الدنتال هيستوري ان البيشنت كان عامل اولد دنشر، والاولد دنشر دوت مثلا حصل اكسيسيف بون ابزوربشن، الفلانجز بتاعه الدنشر بقت عاليه، فبالتالي بيعمل لي انفلاميشن. تمام. ممكن البيشنت ده بياخد اسبرين، تمام، فعنده هايبرتنشن، تمام، هو اصلا عنده هايبرتنشن، او البيشنت عنده فانجل انفكشن لو هو مثلا بياخد antibiotic broad spectrum for long time. طيب احنا كده خدنا اللي هي soft tissue area بتاعتي، هنخش على البوني فاونديشن area. تمام. اول حاجه الارش فورم وسايز، بيفرق معايا الارش فورم وسايز جدا في عمل الدنشر. بعد الاكستراكشن عامه بيحصل ريدكشن، بيحصل ريزوربشن في البون، فبالتالي الشيب بتاع الريدج بيختلف. طيب ايه هي الشيبس بتاعت الريدج اللي بتأثر معايا؟ يا اما هيبقى سكوير، يا اما هيبقى في شيبد، يا اما هيبقى اوف وايت. طيب ايه هو الشيب الفيفوربل بالنسبه لي بتاع الريدج؟ الا وهو السكوير شيب ريدج، اللي بيبقى عامل كده شويه كده وبعدين سكوير كده شويه. طب ليه؟ السايد بتاعته بتبقى بارلل، فبيديني سيرفيس اريا اكبر، تمام، وكل ما المساحه بتزيد كل ما والبلد بيزيد، فبالتالي كل ما يديني سيرفيس اريا اسبورت عليها الدنشر بتاعي، ان انا اسند عليها، فبالتالي بيزود لي السبورت والريزيستنت تو اللاترال فورسز، ان هو الدنشر يتحرك يمين وشمال. ليه؟ لان هو واخد شكل السكوير شويه، انا عندي اريا كبيره، كل الكلام ده. لو هو نايف ايدج، النايف ايدج مشكلته ان يعني ايه نايف ايدج؟ ان هو بيبقى طالع رفيع جدا بالشكل ده، ان هو حصل له ريزوربشن عالي، بيبقى طالع عامل زي نايف ايدج من اسمه كده حافه السكينه. يعني ايه طالع رفيع جدا؟ ساعات بضطر اعمل له الفيولوبلاستي. يعني ايه الفيولوبلاستي؟ بلاستي يعني تجميل او تعديل، فالفيو في الالفيولار بون يعني، فبعمل تعديل في شكل الالفيولار بون بتاعي، ببرده شويه، بحيث ان انا كده بقلل الهايت، بس على الاقل بخليه ان هو مسطح اكتر، يبقى سيك اكتر بدل ما هو رفيع وطالع بنايف ايدج. ليه؟ لان النايف ايدج طبعا بيديني للسبورت، لكن احسن حاجه اللي هو السكوير بيديني بيتر سبورت، بس هنا النايف ايدج محتاج كمان تكنيكس مختلفه في اخذ الامبريشن. بعد كده الفلات ريدج، طبعا الفلات ريدج ده بيبقى سيء جدا في السبورت. حاجه اصلا انا باخد السبورت بتاعي كل ما مساحه الريدج بتاعتي بتبقى كبيره، سواء في العرض بتاعها ان هي تبقى سكوير او في الهايت، كل ما يديني سبورت احسن وريتنشن احسن والدنشر يبقى ثابت اكتر. طب لكن لو هنا فلات ريدج مفيش ريدج اصلا، فبالتالي السبورت بيقل، اللاترال ستابيليتي بتقل، الريتنشن نفسه بيقل، كل حاجه بتقل. ساعتها ممكن اعمل حاجه اسمها اوجمانتيشن. يعني ايه اوجمانتيشن؟ ان انا بعمل له ترقيع بايه؟ بان انا بحط للبيشنت عظم. يبقى مثلا لو هو نايف ايدج ممكن اعمل له الفيولوبلاستي. طب لو هو فلات ريدج وعايزه ادخله سيرجري، اعمل له حاجه اسمها اوجمانتيشن. طيب لو في اندر كاتس في الريدج، دي مشكله تانية. طيب المشكله في الاندر كات لما باجي اعمل الدنشر بتاعي بيبقى صعب، ان انا ممكن في العمليه نفسها بتبقى صعب، ولما اجي بعد كده اركبه ممكن البيشنت ما يعرفش يركبه اصلا، وممكن لو عرف يركبه ساعتها يبقى فيه بين، فبالتالي الاندر كاتس ممكن يحصل لها ريليف او سيرجيكال ريموفد. طيب هو ايه الاندر كاتس دي اصلا؟ يعني ان البيشنت بيبقى عنده حاجه بتعيق ان الطقم يركب مكانه. بمعنى ممكن تبروستي مثلا فيها اندر كات، تبقى التبروستي عامله كده، بدل ما هي مثلا تبقى ستريت كده واستخدمها في ان انا اسند عليها كبيرنج اريا، تيشو بيرنج اريا، لا ده تبقى واخده اندر كات كده، فتبقى صعب ان انا استخدمها ان اسند عليها، فبالتالي بعمل لها ريليف، بقفلها كده، بحط واكس كده لما اجي اعملها، دي ممكن هنتكلم فيها قدام، بس بعمل لها ريليفنج تبقي فاهمه دلوقتي، او ممكن اعملها اصلا سيرجيكال ريموفنج، بشيلها خالص. برضو دي الحاجات اللي بشوفها بعيني وانا بعمل انترا اورال اكزامينيشن في البوني ستراكشر، الا وهي الريليشن شيب.
تمام، اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاعتي يا اما كلاس 1 يا اما كلاس 2 يا اما كلاس 3. لو ده افترضنا ده الابر وده اللور، كده قافلين على بعض بالريليشن دي، ده كده بيبقى كلاس 1. طيب لو الابر انتيريور بزياده واللور بوستيريور بالشكل ده، ده كده بتبقى كلاس 2. اما كلاس 3 اصلا بيبقى على البيشنت عنده كروس بايت، يعني بيعض بعضه بالمعوج، بيكون الابر هنا واللور هو اللي قدام. يبقى انا القفله بتاعتي الصح ان اللور او اللي احنا هنا بنتكلم، مش بنتكلم على التيس، احنا هنا بنتكلم ريليشن بتوين الريدجز. الابر ريدج المفروض بيبقى متقدم عن اللور ريدج. طيب ده كده كلاس 1. لكن لو هو متقدم بزياده، البيشنت عنده حاجه بروتروجن بزياده بتبقى عامله زي ضب كده، يبقى ده كلاس 2. لكن لو الايه اللور هو المتقدم، ده كده بيبقى كلاس 3 ببساطه. يعني هنا بنتكلم، خلي بالك ان انا هنا بتكلم عن الريدج ريليشن، لسه ما قلتش الريليشنز بتاعت التيس. طيب رابع حاجة بشوفها ألا وهي الانتر ريدج سبيس. ايه الانتر ريدج سبيس؟ اللي هو المسافة ما بين التو ريدجز. بتفرق معايا في ايه؟ المسافة دي اللي انا هحط فيها بعد كده الأسنان. في أماكن كده كده بيبقى السبيس ده قليل، زي ايه؟ زي الجزء البوستيريور اللي بيبقى فيه الماكسيلاري تيبروستي. التيبروستي بتاعتي بتبقى نازله كده، والريترومولر اريا بتبقى طالعه كده، فالمسافه هنا بتبقى قليله ان انا اعرف احط اسنان. طبعا بتافكت الاستابيليتي والريتنشن بتاع الدنشر، وما بقاش عارفه ارص السنان بتاعتي في المكان الصغير ده. طيب الانتر ريدج سبيس دي ممكن لو البيشنت هنتكلم ان هو completely edentulous، ان هو فقد اسنانه من زمان، لما بيحصل بون ريزوربشن، الانتر ريدج سبيس اللي هو المسافه ما بين التو ريدجز، يعني انا هنا عندي upper ريدج تمام وعندي اللور ريدج، المسافه دي لما كل ما يحصل بون ريزوربشن المسافه دي بتزيد، فبالتالي لما المسافه دي بتزيد عشان حصل بون ريزوربشن، فبالتالي نبقى عارفين ان الريتنشن والاستابيليتي بيقلوا. ليه؟ لان انا دلوقتي المسافه زايده وانا عايزه ارجع للبيشنت شكل اسنانه الطبيعي، وحصل بون ريزوربشن اصلا. تمام، البون ريزوربشن اصلا بيخلي الريتنشن قليل والاستابيليتي قليله. طب دلوقتي انا حصل بون ريزوربشن وانا عايزه اعوض المسافه دي عشان اخلي شكل البيشنت، ارجع الليب فولنس، ان شكل الليب الطبيعي، وان الليبننج اللي هو السالكس حوالين الاسنان حوالين الفم، اللي هو الخطوط التعبيريه حوالين الفم ترجع لشكلها الطبيعي. طب هعوض الفرق ده ازاي؟ هعوضه بان انا اخلي الاسنان طويله، فبالتالي لما اخلي الاسنان طويله بتعمل حاجه اسمها ليفرج اكشن. كل ما السنه تبقى طويله اكتر، كل ما الدنشر بيتقلب اسرع وبيقع من بق البيشنت اسرع، فبالتالي برضو الريتنشن والاستابيليتي بيقلوا. يبقى الانتر ريدج سبيس كل ما بيزيد بزياده بيقلل لي ريتنشن والاستابيليتي، لما بيزيد بسبب ريزوربشن اوف ذا بون. وبرده لما يقل بزياده ما بقاش فيه sufficient سبيس زي في حاله البوستيريور اريا بتاعه عشان بسبب وجود التيبروستي والريترومولر باد، لما بيبقاش فيه مسافه، ده برضو بيبقى بروبلم بالنسبه لي عشان مش لاقي مكان احط فيه الاسنان اصلا. طيب خامس حاجه الا وهي الشيب اوف ذا هارت بالات اند ذا فولت. الفولت يعني ايه فولت عشان نبقى متفقين؟ الفولت هو الكيرف بتاع الهارد بالات، الشكل بتاع سقف الحلق هو ده الفولت. طيب انا عندي 3 اشكال لشكل البلد بتاعي، يا اما البلد بتاعي هيبقى يو شيبد يا في شيبد يا فلات شيبد. احلى حاجه هي اليو شيبد، يبقى سواء الارش بتاعي الريدج بتاعي تمام، احلى شكل فيه اللي هو السكوير اللي هو برضو يعتبر اليو شيبد. واحسن شكل برضو في فوق في الابر في البلت الفولت هو اليو شيبد، ده بيديني احسن ريتنشن واحسن استابيليتي. طيب لو الفي شيبد، لا الفي شيبد ده الريتنشن بتاعي بيبقى قليل لان شكل القرش نفسه بيبقى مش ما بيبقاش ما بيبقاش واضح. ليه؟ لان انا بعتمد اصلا على الهارد بلد بتاعي ك هارد بوني اريا علشان اسند عليها الدنشر بتاعي، يعني كل ما يبقى واسع وكل ما يبقى اكبر بقدر اسند الدنشر بتاعي عليه، فبالتالي انا باخد منه الريتنشن والسبورت. طب لو هو اصلا في شيب انا مش عارفه اسند عليه اصلا. طيب لو هو فلات، لا ده بيبقى هو صغير ما فيهوش ارتفاع اصلا وما فيهوش عمق، فبالتالي بيبقى برضو retention والاستابيليتي بتاعتي قليله.
طيب احنا هنا بنتكلم عن السوفت بالات. ده تاني حاجة كده، الجزء البني برضو بعد الهارد بالات، ان هو بيعمل له classification according للكيرفيتشر انتو. اول حاجه كلاس 1 السوفت بالات بيبقى فيه بس جنتل كيرفيتشر، وده بموست فيفوربل كونديشن، ده احسن نوع. ليه؟ علشان بيسمح لي فوق المور تيشو كفرج، علشان البوستيريو بالاتال سيل. عشان نبقى متفقين، في الهارد بالات، في نهايه الهارد بالات الجزء ما بين الهارد بالات والسوفت بالات بيبقى فيه حته كيرفيتشر كده، تمام؟ طيب حته الكيرفيتشر دي، ان ما افترضنا ان ده مثلا الهارد بالات، تمام، وبعد كده ده كده السوفت بالات، تمام، فبي سلايد كيرفيتشر. كل ما الكيرفيتشر ده بيبقى سلايد اكتر، بيبقى بسيط، تمام، ده بيساعدني، ده الموست فيفوربل بوزيشن. ليه؟ علشان اقدر انا احط حاجه اسمها البوست دام. البوست دام ايه هو؟ حفره كده هتلاقيها ما بين الهارد بالات، هي مرحله انتقاليه بين الهارد بالات والسوفت بالات، تمام، ودي اللي انا بعمل فيها ثيكنينج كده في الدنشر بتاعي، علشان اسند عليها في الجزء ده، تمام، عشان اعمل بوستيريور بالاتال سيل، يعني اقفل الدنشر بتاعي على الجنجفة من ورا، على البلت من ورا، تمام. فالجزء ده ما بين